الجيش المغربي يقبض على عشرات العربات العسكرية التابعة للبوليساريو ويحولهم إلى رماد في كتبان الصحراء. وفي التفاصيل، قامت الدرونات المغربية بدك مركبات عسكرية تابعة لعصابات البوليساريو بعد قيامهم بتحرشات صبيانية بمنطقة المحبسة. ودمر الجيش المغربي عشرة العربات العسكرية بمناطق كرار العطاسة وروس الصبت بقطاع المحبسة. وقبل تدميرها، كانت العربات التابعة للبوليساريو تحاول الاقتراب من الجدار الرملي العازل وشن هجومات مباغتة متفرقة في ليلة العيد أو عيد الفطر بالمغرب. وخلفت العملية العسكرية خسائر بشرية كبيرة وفادحة وغير مسبوقة في صفوف جبهة البوليساريو. هذا وفي الجانب الآخر، تسليح الجيش المغربي في الآونة الأخيرة بالتكنولوجيا المتقدمة يثير مخاوف الإعلام الإسباني والجزائري، حيث تثير التطورات التي ظل